بس أول لما لبست التاج وشها اتشوه وبدأ يسيح قدام الناس، والناس قعدت ترجع من المنظر وجو أغمى عليها، والحفلة قلبت من حفلة ملكة جمال لفيلم رعب في ثواني. يا مساء الجمال على الناس اللي وشوشها طبيعية وراضية بخلقتها، مش زي بطلتنا جوان. دي بنت صينية كانت شايفة إن الحيطان اللي موجودة في أمريكا كلها بوسترات لبنات شكلهم جميل وجذاب، والنهاردة كان أول يوم ليها في المدرسة، وأبوها روجر قعد يغني لها أغنية عشان يهدي توترها شوية. بس لما دخلت الفصل أول ما حطت رجلها فيه العيال بدأوا يتنمروا عليها، ولما فتحت علبة الغدا اللانش بوكس بتاعتها العيال شموا ريحة الأكل الصيني وعملوا رياكشنات كأنهم شموا شراب معفن، وبدأوا يتريقوا عليها، وده خلاها تزعل وتتضايق جدا. ورجعت لأبوها الغلبان في نهاية اليوم اللي شغال عامل نظافة وقالت له بمنتهى الثبات الانفعالي وهي مرسوم على وشها ضحكة كبيرة: يا بابا ده أنا كل المدرسة بقت أصحابي. وهي أصلا من جواها هتعيط من القهرة. وأبوها كان وراه شغل متأخر، وده كان معناه إنه مش هيقدر يحتفل معاها بمهرجان قوارب التنين، فجوان قررت تقعد معاه. وهناك شافت عيال المدرسة الثانوي وهم بيحتفلوا بحفلة البرام اللي هي حفلة التخرج قدام عينيها، وأعلنوا عن ملكة الحفل. وجوان كانت بتتفرج بتركيز والكل بيحتفل بتتويج الملكة. كبرت جوان وبقت دحيحة مكياج بتنام وتصحى على فيديوهات الانفلونسرز. وفي يوم شافت أوليفيا البنت الباربي دي بتقول إنها مش هترشح نفسها لملكة الحفل، فجوان طارت من الفرحة وقالت بس هي دي الفرصة، وكلمت صاحبتها بس ما ردتش عليها. ففتحت الموبايل واستخدمت فلتر اسمه إثنوس اللي بيحول الملامح لملامح أوروبي في ثانية واحدة. فجأة جات لها رسالة من الشركة وقالوا لها مبروك يا فوزية، انتي أكتر واحدة استخدمت الفلتر، عشان كده انتي مؤهلة لفرصة العمر، وليكي عندنا عملية تجميل ديليفري هتقلب كيانك. بعدها أمها الغلبانة قالت لها انتي ليه يا بنتي بتحطي مكياج كتير كده طول الوقت؟ يا بنتي ده انت شكلك زي القمر من غيره، سيبك من الدهانات والنقاشة اللي عاملاها في وشك دي وتعالى أعلمك الطبخ. ومامتها كانت عايزاها تعلمها أكلة صينية سوا، وقالت لها إنها اتعلمت الوصفة دي من مامتها وعايزة تعلمها لها. بس جوان ما اهتمتش خالص، وكان عقلها في نيولوك اللي هتعمله، حتى إنها أخدت الغدا بتاعها للمدرسة واديته لصاحبتها بريندا. وجوان سألتها سمعتي اللي الانفلونسر دي قالته؟ ده معناه إني ممكن أفوز بلقب ملكة جمال الحفلة. بس بريندا شايفة إن جوان مش محتاجة اللقب ده وإن ده تضييع وقت. وفي اللحظة دي دخلت الانفلونسر أوليفيا وهي بتصور فيديو مع مدرس العلوم وتقول إنها عاملة تحدي اسمه Feel the Burn عشان التوعية بالتغير المناخي وكده، وإنها اتبرعت ب$1000 لجمعية المدرس. بس فجأة وقفت التصوير وقالت للمدرس اديني تعبيرات وش أحسن من كده ووريني دموع. فجوان جريت علشان تظهر في فيديو أوليفيا وكانت شايفة إن اللي بتعمله ده خير، بس بريندا قالت لها إن ده غباء وعنصرية. وبريندا قالت تفتكري الجلد الأسمر ده هيتحرق إزاي زي البنات البيضة؟ وهي مش طايقة أوليفيا. فجوان قالت لها خلاص ساعديني أكسبها واخد اللقب. فجوان كانت مجهزة خطة كاملة وبريندا وافقت تدعمها. وجوان ما بقتش حتى تحب الأغاني الصينية وبدأت تبعد خالص عن ثقافتها. فراحت هي ومامتها قصر كبير، ده كان المكان اللي أبوها شغال فيه عامل نظافة. وجوان انبهرت جدا بغنى الناس دي. بس فجأة أبوها روجر كسر فازة غالية بالغلط، وصاحبة البيت الكيوت قالت له لو كررتها تاني يا روجر هرفدك انت وكل شلة النظافة بتاعتك. وجوان لما شافت المنظر قالت في سرها والله ما انا طالعة عاملة نظافة زي ابويا، انا هبقى ملكة غصب عن الكل. وابوها روجر كان مجروح في ايده بس قال ده خدش بسيط ورفض يروح للمستشفى وخيطوا الجرح في البيت. وابوها قال لها بسبب الجرح السخيف ده مش هقدر اشتغل لفتره، فممكن تمسكي مكاني شغل التنظيف شويه. وجوان وافقت بس من جواها ما كانتش راضيه، وحلمت حلم انها بقت ملكة الحفل. بس وهي بتبص في المراية شافت نفسها من غير وش وماسكة مساحة الارض، وصحيت من النوم ولقت رسالة تانية من شركة الفلتر. فراحت المدرسة وبدأت تعلق بوسترات لحملتها، بس البوسترات كانت عادية جدا. فبريندا العبقرية في الجرافيك كانت عملت لها بوسترات احسن، بس مفيش ولا طالب اهتم. وجوان لاحظت ان اغلب ملكات الحفل شعرهم بيكون اصفر، فقررت تصبغ شعرها أصفر. وأهلها اتصدموا لما شافوها، وأمها زعلت وقالت لها إن لون شعرها الطبيعي كان أحلى. وهي نازلة للمدرسة مامتها قالت لها تعالي البيت بدري النهاردة عشان راس السنة الصينية وهنعمل دومبلينج. ولما أوليفيا شافت شعر جوان قالت لها حلو شعرك، بس بريندا حست إن الموضوع غريب
وفهمت إن جوان بتحاول تبقى شبه البنات البيض، وأوليفيا عزمت جوان يروحوا يعملوا ضوافرهم بعد المدرسة، بس الحقيقة هي كانت واخداها عشان جوان تتكلم ماندرين صيني في المحل وتجيب لهم خصم، والست صاحبة المحل كانت عايزة تدي الخصم لجوان بس، لكن جوان طلبت وخدت الخصم ليهم هما الاتنين. وجوان سألت أوليفيا فكرتي هتدعمي مين لملكة الحفل؟ لأن اللي أوليفيا هتدعمه هيكسب أكيد. وفي اللحظة دي أصحاب أوليفيا التانيين ادوها هدايا، فعملت فيديو وقالت إنها قررت تدعم بنت واحدة وهتعلن عنها كمان أسبوع. وعين أوليفيا وقعت على جذور شعر جوان السوداء، وفجأة جوان جات لها رسالة من شركة الفلتر: احصلي على علاج مجاني لجذور شعرك السوداء. وراحت العنوان اللي جالها للدكتور ويلي في محل كده شكله مشبوه وراه باب سري، ولقيته عارف اسمها، فسألته ايه المكان ده، والدكتور رد عليها وقال لها مكان يساعدك عشان تظهري فيه امكانياتك الحقيقيه. لو زهقتي من عيونك المسحوبه انا هخليكي خواجايه في ساعتين، تحكي على اهلك وخليهم يمضوا وتعالي نغير العرق كله. وفي التلفزيون شافت مقابلات مع ناس عملوا عمليات هناك وحياتهم اتغيرت تماما. وبعدين جه الدكتور ويلي ورحب بجوان وشغل لها فيديو تعريفي، وفي الفيديو ده الدكتور بيقول: زهقتي من نظرة البيض ليكي؟ أنا كمان ما كنتش كده، وعانيت من كوني شخص ملون في العالم ده، فاكتشفت إنك لو مش عارفة تهزميهم ابقي زيهم. وإنهم بيستخدموا تكنولوجيا اسمها التعديل العرقي عشان يغيروا لون الجلد وشكل الجسم والوش للأبد ومن غير ألم، حتى الصوت كمان ممكن يغيروه. الموضوع كان باين إنه مستحيل لجوان، بس الدكتور أكد لها إنه حقيقي، والموظفين وحتى الدكتور نفسه عملوا العملية دي. والدكتور حكى إنه عمل كده بعد ما خسر ترقية لصالح راجل أبيض، فاخترع التكنولوجيا دي. وجوان سألت ده بيحصل إزاي؟ فالدكتور قال لها إن الموضوع بياخد ساعتين وهي بتختار الملامح اللي هي عايزاها، بس محتاج إمضة ولي الأمر لأنها لسه قاصر. وعشان يغروها عملوا لها زراعة شعر مجانية النهاردة، وشالوا كل شعر من فروة راسها وزرعوا جديد. رجعت البيت لقت الأكل جاهز ومامتها سايبالها نوتة وفلوس. ولما مامتها شافتها جوان اعتذرت إنها اتأخرت، فمامتها قالت لها عادي ولاحظت شكلها الجديد وهنتها بالسنة الجديدة. وتاني يوم راحت جوان شغل التنظيف مكان أبوها. صاحبة البيت عرضت عليها رقم دكتور لإيد أبوها، بس جوان رفضت، وصاحبة البيت قالت لها إن تنظيف الأسبوع الجاي ملغي عشان هم هيسافروا بيرو. وهي خارجة أوليفيا وأصحابها شافوها، وتاني يوم لقت بوسترات حملتها متشخبط عليها ومرسوم عليها مساحة أرض. فجوان كانت لازم تمضي أهلها، فكذبت عليهم وقالت لهم إن دي أوراق لرحلة مدرسية تانية، وبرضه مضوا. ومامتها قالت لها بحب: حتى بشعرك الغريب ده لسه طالعة شبه أبوكي. وتاني يوم راحت جوان تعمل العملية الكاملة وهي بتغيب عن الوعي. حلمت بأغنية بتقول: جميل إنك هتبقي بيضة. ولما فاقت وشافت وشها الجديد عيطت من الفرحة. رجعت البيت وأهلها معرفوهاش، وأبوها قال: مين المزة دي؟ انت تايهة يا أنسة؟ وطردها وقال لها انت جايه البيت غلط. بس بدأت تقول تفاصيل ما يعرفهاش غيرها، فقالت لهم انا عملت عمليه عشان ابقى كده. ولما عرفوا الحقيقه البيت اتقلب مناحه. وابوها قال لها انت مش بنتي، انا كنت بشوف فيكي عينين جدتك، دلوقتي شايف عروسه بلاستيك. وجوان ردت بكل بجاحه وقالت له: الصين دي كانت مخليه شكلي بيئه، دلوقتي انا هاي كلاس. وغنت لهم الاغنيه الصينيه بتاعتهم وورتهم البروشور بتاع العمليه. ومامتها سألتها ده حصل ازاي، فجوان اعترفت انها كذبت علشان يمضوا، وقالت لهم افرحوا عشاني بقى، بس هما ما كانوش مصدقين. وراحوا لشركة اسنس علشان يواجهوا الدكتور، ومامتها طلبت منه انه يرجعها زي ما كانت، بس قال لها ان العملية دي دائمة ومفيش رجوع. فمامتها قعدت تعيط وتقول انا عايزة بنتي الصينية. الدكتور رفض يرجع الفلوس وقال لهم هتعرفوا قد ايه التغيير ده ايجابي لبنتكم، ويمكن تعملوا العملية انتوا كمان، وادالهم عرض خصم للعيلة. وطردوهم من المكتب، ومامتها زعقت لها وقالت لها ان كنا صينيين ده اللي كان بيخلينا مميزين. وجوان ردت بقسوة وقالت لها كوني صينية هو اللي بيخليني ضعيفة، دلوقتي مش هخاف من نظرة الناس ليا ولا العناية المسحوبة. فمامتها قالت لها هتدفعي تمن الغلطة دي طول عمرك. فجوان قالت الغلطة الوحيدة ان ما عملتش العملية دي من زمان. وتاني يوم جوان بدأت تطنش مكالمات بريندا، وكانت معجبة بنفسها في المراية، بس حتة جلد صغيرة قشرت من قريتها. وراحت المدرسة وقدمت نفسها باسم جو هانت، وإنها لسه منقولة من كاليفورنيا، والمرة دي الولاد بدأوا يكلموها باحترام. فقعدت مع شلة أوليفيا وعاشت الدور على أساس إن أبوها منتج أفلام، وأوليفيا قعدتها جنبها وبدأت جوان تقلد حركاتهم في الأكل وكأنها واحدة منهم. وشافت بريندا بتبصلها وهي بترمي أكلها الصيني في الزبالة. جوان استغلت إن أصحاب البيت اللي أبوها بينظفوه مسافرين، وعزمت الشلة كلها هناك، عملت لهم حفلة، وأوليفيا كانت غرقانة هدايا. فجوان خافت إن أوليفيا تدعم حد تاني غيرها، وخلت الولاد يرشوا مية على البنات التانيين عشان تبعدهم عن أوليفيا، وجريت هي بالفوط، بس الجلد كان لسه بيقشر من وشها.
وأوليفيا سألتها عايزة تبقي إيه؟ قالت لها عايزة أبقى ملحنة، وغنت أغنية وحشة بتقول ادعميني لملكة الحفل. فأوليفيا قالت لها أنا عارفة سرك، اثبتيلي إنك محل ثقة وأنا هدعمك. وفي الوقت ده بريندا عرفت إن جو هي جوان وقفشتها، فجوان اعترفت لها واعتذرت. بس فجأة حصلت دوشة بره لأن في عيال سمر دخلوا الحفلة والكل كان بيطردهم، وواحدة من البنات كانت صاحبة بريندا، وبريندا قالت إن جو هي اللي عزمتهم وجو كان لازم تختار، فاختارت أوليفيا وطردت بريندا. وأوليفيا أعلنت دعمها لجو قدام الكل، ورجعت البيت وأهلها سألوها كنت فين وكذبت، بس أبوها شم ريحة دخان في لبسها وخد تليفونها منها. تاني يوم صحت لقت الجلد بيقشر أكتر، فدارته بالمكياج وأعلنوا أسماء المرشحين لملكة الحفل واسم جو كان معاهم. وبريندا واجهتها وقالت لها اللي عملتيه في نفسك بيحسسني إنك شايفة نفسك وحشة، ويمكن شايفاني وحشة أنا كمان. وحالة جو بدأت تسوء أكتر من الأول، وراحت للدكتور بس ما لقيتهوش، والموظفة ادت لها كريم وسلوتيب بلزق وقالت لها دي آثار جانبية عادي يعني، ولزقت وشها عشان ترفعه ودارته عن مامتها. وأهلها قالوا لها إن أبوها اترفد من الشغل لأن صاحبة البيت عرفت إن حد استخدم الكود وعمل حفلة، ومامتها سألتها أنت عارفة حاجة عن الموضوع ده؟ فجو زعقت وقالت لها ده بركة إن جت منهم عشان تتعلموا إنجليزي وتلاقوا شغل حقيقي. وندمت على كلامها بعد كده، بس كملت لبس للحفلة. وأهلها اتجاهلوها تماما، وأبوها قال لها النهارده ذكرى 10 سنين لينا في أمريكا، وقال لها شكلك جميل. وفي الحفلة كانت بترقص مع ولد وقبلها، بس الولد لاحظ إن وشها بيقع، جريت على الحمام تحاول تثبته باللزق، ودخلت أوليفيا وساعدتها وقالت لها وشك القديم بيقاوم في الأول، يعني أوليفيا كمان عاملة العملية. وأعلنوا إن جو هي ملكة الحفل وحلمها اتحقق، بس أول لما لبست التاج وشها اتشوه وبدأ يسيح قدام الناس، والناس قعدت ترجع من المنظر وجو أغمى عليها، والحفلة قلبت من حفلة ملكة جمال لفيلم رعب في ثواني. وصحيت في بيت أوليفيا، وأبو أوليفيا قال لها وشك هيخف، واكتشفت إنهم كلهم بلاستيك منتجات إسنوس، كلهم كانوا كوبيين قبل العملية، ومامة أوليفيا ما بقتش عايشة معاهم لأنها رفضت تعمل العملية. وأبو أوليفيا قال لها ببرود اللي مش بيمشي ورا التكنولوجيا بيموت ويختفي. وجوان بصت في المراية وشافت وحش قدامها. وجوان رجعت البيت وشافت أهلها من الشباك بيضحكوا، ودخلت وحضنت مامتها وهي بتقطع الجلد الصناعي بإيديها عشان تطلع عيونها الصينية من تحت القرف ده. ومامتها قالت لها لما جينا أمريكا كنا عارفين إننا صينيين، بس انتي كبرتي هنا بوش الصيني، وده أكيد كان ملخبطك. أبوها قال لها كنت عايز أندمج زيك، بس عرفت إن الهدف مش إني أبقى أمريكي، الهدف إني أبقى عايش بطريقتي الخاصة، وإنتي هتلاقي طريقك برضو. وتاني يوم راحوا لشركة إثنوس، وجو طلبت تشوف الدكتور بس الأمن طردها، والدكتور خرج وقال لها الرجوع مستحيل، فقالت له أنا كده وحش. رد عليها عشان الزرعة الجديدة تطلع لازم البذرة القديمة تموت. ورجعت البيت وبدأت تقطع جلد وشها المزيف بإيديها لحد ما ظهرت عينيها الصينية الأصلية، وبصت لنفسها في المراية وعيطت وكأنها لأول مرة بتقدر جمالها الحقيقي. وهنا انتهت القصة. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.